حمدان يجاهد من فنادق لبنان، خالد مشعل كمان في قطر، سامي أبو زهري يجاهد من الجزائر، صلاح البردويل من تركيا، خليل الحي يسجد مع طاهر النونو في قطر، موسى أبو مرزوق يتجول مع غازي حماد في الخارج، باسم نعيم في لبنان، فتحي حماد في تركيا، محمد نزال في لبنان، الصنوار والضيف والزهار والملثم كحلوت يجهدون مع العائلات داخل أنفاق غزة. الناس في غزة تسمع كلام هؤلاء وتفهم ما قلناه على مدار السنين. حماس بصميم فكرها حركة لا قيمة للمواطن الفلسطيني بعيونها. قيمة سكان غزة عند مجاهدو الفنادق صفر. لولا هذه الوجوه الحقيرة لكان أطفال غزة الآن في مدارسهم، لكانت الأمة الفلسطينية تطعم أبنائها. السلام عليكم. طبعا استمعنا هنا للمتحدث العسكري يا فخاي، وإذا صدق اللي يتطرق له وصدق بالقول فمن المعيب على قادة حماس أن يعتبرون هذا نصر. أي نصر وانتم بالخارج بالفنادق وبأحسن القصور، والأطفال والنساء داخل غزة بالأطعام، وانتم اللي بديتوا هاي المعركة، بديتوا المعركة وانتم بالخارج. أخي عيش بسلام، صير مثل الضفة. هم أيضا فلسطينيين لكن أخذوا طريق السلام. أنت شايل البندقية وتدعي بالمقاومة.